عمرك دخلتي علاقة وبعد فترة اكتشفتي ان الشخص اللي قدامك اناني جدا، كل حاجة لازم تبقى عنه، مشاعره، احتياجاته، صورته، اهتمام الناس بيه. ويمكن يأسوأ انك من البداية كنت شايفاه مميز جدا، جذاب جدا، وواثق جدا من نفسه، كأن في حاجة شدتك ليه بشكل غير طبيعي، وبعدين بعد شهور او سنين تسألي نفسك السؤال المؤلم ده: انا ازاي ما خدتش بالي؟ انا ازاي شديتي شخص اناني بالشكل ده؟ الحقيقة انت غالبا ما انجذبتيش الشخص النرجسي علشان هو نرجسي، انت انجذبتي احتياج جواكي هو عارف يلمسه. طب يا دكتور، ليه انا انجذبت الشخص النرجسي؟ الموضوع ده بيرجع لكذا نقطة. اول نقطة: الشخص النرجسي يبان في البداية ان هو شخص مبهر جدا. اول مرحلة في علاقة مع اي شخص، وخصوصا مرحلة الشخص النرجسي، بتكون مرحلة اسمها لاف بومبينج. يعني ايه؟ اهتمام زيادة جدا، كلام كبير جدا، ووعود ضخمة جدا، زي مثلا انت مختلفة عن اي حد قابلته، او يقولك انا عمري ما حسيت كده في حياتي، او يقولك احنا شبه بعض بشكل مرعب. وفي وقت قصير جدا بتحسي انك لقيتي الشخص المثالي. سبحان الله، ليه ده بيجذب ناس كتير؟ لان الانسان بطبيعته بينجذب الشعور بانه مميز، خصوصا لو كان مفتقد الاهتمام لفترة طويلة. تاني نقطة: لو عندك جرح قديم ممكن تنجذبي اكتر، ودي نقطة ناس كتير بتزعل منها لكنها مهمة. لو اتربيتي في بيت الحب فيه كان مشروط، يعني هنحبك لو نجحتي، هنرضى عنك لو سمعتي الكلام، ممكن تكبري وانتي متعودة تربطي حب بالتعب. فلما تقابلي شخص مرة يهتم جدا، ومرة يختفي، مرة يمدحك، ومرة يقلل منك، عقلك بيترجم ده كأنه مألوف وعادي. زي مثلا بنت طول عمرها بتحاول ترضي أهلها، دخلت علاقة مع شخص نرجسي وقعدت سنين بتحاول تكسب رضاه، لأن ده نفس الطريقة القديمة في المعاملة. تالت نقطة: الشخص النرجسي غالبا بيبان واثق جدا من نفسه، والثقة جذابة، لكن أحيانا احنا بنخلط بين الثقة والغرور، وبين الكاريزما والسيطرة. زي مثلا شخص بيتكلم كأنه عارف كل حاجة، ما بيعترفش بغلطه، ودايما شايف نفسه أفضل. بعض الناس بتقرأ ده على إنه شخصية قوية، لكن بعد فترة تكتشف إنه ما بيسمعش غير نفسه. رابع نقطة: أحيانا بنكون في مرحلة ضعف بعد انفصال، وحدة ورفض واكتئاب، تقدير ذات منخفض. في اللحظات دي اي شخص بيديك اهتمام مكثف جدا ممكن يبقى مغري، حتى لو الاشارات الحمراء كانت واضحة. زي مثلا بعد علاقة مؤلمة شخص جديد دخل بسرعة وقال كل الكلام اللي نفسك تسمعيه، فتمسكتي بالشعور قبل ما انت تدرسي الشخص نفسه. خامس نقطة: الشخص النرجسي غالبا بيعرف يقرأ احتياجاتك، هو بيلاحظ بسرعة جدا. بتخافي من الهجر؟ هيخليكي تتعلقي. محتاجة تقدير؟ هيغرقك بالمدح. بتحبي استقرار؟ هيوهمك ان هو الشخص المثالي. هو مش دايما واعي بكل ده، لكن النمط ده بيتكرر جدا. ليه بنفضل رغم الأذى يا دكتور؟ وده السؤال أصعب، لأن العلاقة بتتحول لدائرة مغلقة، حب جديد بعديها أذى، بعديها اعتذار أو رجوع اهتمام، وده بيخلق تعلق نفسي قوي جدا. انت بتفضلي مستنية النسخة الأولى منه، يمكن ترجع رغم النسخة دي أحيانا ما كانتش حقيقية أصلا. طب ازاي أحمي نفسي يا دكتور؟ راقبي الأفعال مش الكلام، خدي وقتك في التعارف ومتسرعيش. اسألي نفسك: هل أنا مرتاحة ولا بس منبهرة؟ اشتغلي على جروحك القديمة. افهمي ان الحب الصحي مش لازم يكون مرهق. فالخلاصة: انت مش ضعيفة لانك انجذبتي شخص نرجسي، وانت مش ساذجة، لكن فهمك احتياجاتك وجروحك هيخليكي تختاري بشكل اهدى وصح. بعد كده احيانا اهم سؤال مش هو ليه هو عمل كده، لكن ليه انا فضلت رغم الأذى. وبس كده. كان معاكم دكتورة أمل دانيال، دكتوراه في الصحة النفسية. لو عجبكم فيديو اعملوا لايك واعملوا اشتراك، ولو استفدت منه شاركوه مع أصحابكم. سلام.